حماتي اتصلت بجوزي وهو نايم، رديت أنا، وفجأة لقيتها بتشتكي: ابني مش فرحان وانتي على طول منكدة عليه، ده كان بيغني ومبسوط قبل ما يتجوزك. أنا طبعا ما صدقتش، رديت عليها: يا حماتي جوزي زعلان من الشغل والمسؤوليات مش بسببي. لكنها فضلت تغيظ فيا، قالت: ده كان هيخطب كذا واحدة قمر وحلوة. وأنا بثقة رديت: وأنا كمان قمر ومحدش أحسن مني. كمان اتهمتني إني مش بعرف أرقص ولا أفرح ابنها، ورديت عليها: هو أنت عايشة معانا عشان تشوفي؟ وبعدين قالت لي: ما كنتش عايزة ابني يتجوز واحدة زيك ما تعرفش حاجة في الحياة. رديت: كل واحد وشخصيته، مش لازم كلنا نبقى زي بعض. تخيلوا، بدأت تقارني بعيال صغيرة وتقولي: انت زيهم. رديت، قلت لها: كده انت بتشتميني. وصل بيها الحال إنها قالت لي: انت جاهلة ولا ايه؟ رديت عليها: أنا مهندسة قد الدنيا. دلوقتي هي بتحاول تكرف جوزي فيا وبتقوله: الله يكون في عونك، معرفش ازاي عايش معاها. بس جوزي متفهم شوية، أنا هادية وقليلة الكلام، بس بدافع عن نفسي لما بيتغلط فيا، وهي بتشتكي لجوزي إني برد الكلمة ب10. أنا كده غلطانة يا جماعة؟ انتوا رأيكم ايه في اللي حماتي بتعمله ده؟ أنا غلطانة إني بدافع عن نفسي ولا لأ؟ شاركوني تجاربكم ونصايحكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان تشوفوا كل القصص اللي زي دي وتشاركوا فيها.